ما كنت لأغادر مكة قبل أن أدخل مجلسك يا حجاج. تشريف للدار وتكريم لي يا أمير المؤمنين. وأرى أنه مجلس متواضع ولا يليق بمجلس والي أمير المؤمنين. يا مولاي، ليس في عيني ونفسي من مظاهر الدنيا ومتعها. إذن فأنت تنشد الآخرة ونعيمها. قل لي يا حجاج، كيف ترى أمرك في الحجاز؟ يا مولاي، إني قد حزت الحجاز بشمالي، وبقيت يميني فارغة، وإن يميني أشد وأقوى. إذن فأنت طامع بما فوق الحجاز وأكثر منه. لست طامعا يا مولاي إلا بتعزيز ملك أمير المؤمنين وقوة دولته. حجاج،